واش عمرك شفتي شي حد بشكل مبهر كيعرف يحلل وكيقرا بزاف كيجاوب على اي سؤال، ولكن حياته واقفه؟ وكتلقى واحد اخر خارج من التصحى ولكن دار مشروع، تعلم من اخطائه، حقق نتائج عظيمه ما كانش حتى كيحلم بها. ايوا السؤال الحقيقي هو علاش الذكاء اللي خصو يكون اكبر نقطه قوه كيولي عند بعض الناس اكبر سبب للفشل؟ السبب الاول والخطير هو الاوفر تانكين او الافراط في التفكير. انسان ذكي ربي عطاه قدره خارقه على التحليل، ولكن هاد الميزه كتحول للعنه. ملي كتجي فكره ديال المشروع او خطوه اللي غتغير ليه حياته، العقل ديالو ما كيشوفش غير البدايه، بل كيشوف 50 خطوه لقدام. كيبدا يتخيل كاع المشاكل، كاع السيناريوهات الكارثيه، وكاع الحوايج اللي يقدروا يفشلوا. في الوقت اللي الشخص العادي كياخد فكره ويبدا يطبقها بنيته، الذكي كيبقى واحد في التفاصيل، كيدرس السوق، كيدرس المنافسين، كيتوقع الازمات، وفي الاخر كيعيا قبل ما يبدا. الذكاء ديالو كيصنع ليه سجن من الافكار. كاين واحد الاحساس خطير، احساس انك قريب تبدا. كل نهار كتقول غير نقرا كتاب اخر، غير نتعلم مهاره اخرى، غير نجمع معلومات اكثر. ولكن واش عارف شنو كيوقع؟ العقل ديالك كيحس براسو كيتقدم، ولكن هو اصلا باقي ما تحركش من بلاصتو. المعرفه كتخدع، كتخليك تحس بالانجاز بلا ما تكون درتي حتى انجاز. وهذا الشيء كيوقع بزاف للناس اذكياء، حيت كيعرفوا يجمعوا المعلومات ولكن ما كيعرفوش يوقفوا التفكير ويبداو التنفيذ. واش عمرك حسيتي بهذا الاحساس؟ كتسد اللابتوب وكتقول اليوم تعلمت بزاف، ولكن بعد اسبوع كتكتشف انك ما غيرتش حتى حاجه. الاذكياء غالبا فاش كانوا صغار كان كلشي كيمدحهم ويكبر بيهم. تبارك الله عليك انت ذكي، انت غادي تخرج واعر. هاد المدح وهاد الضجه هي اللي خلت تبني عندك طفل صغير واحد الخوف مرعب من الخطأ، ولات تولد عنده هوس الكمال، كيرجع يشوف فشل كإهانة للهوية ديالو والذكاء ديالو. وديك الكبر اللي عنده من داخل كيخليه يفضل ما يدير والو على انه يدير شي حاجه وتخرج ناقصه ويضحكوا عليه الناس. سول راسك بكل صراحه، شحال من مشروع كان يقدر يخرج عائلتك من الفقر وما بديتيش حيت قلتي مع راسك بالله تحتاج الفرصه المناسبه او الوقت المناسب. شحال من فكره تفنتيها حيت خافت يقولوا عليك فاشل. كاين شخص ذكي وكاين شخص منضبط. بعد 5 سنين غالبا المنضبط هو اللي غادي يكون سباق. علاش؟ حيت النجاح ماشي مسابقه ديال الذكاء، النجاح مسابقه ديال الاستمرار، ديال الالتزام، ديال انك تخدم حتى في ايام اللي ما عندكش فيها الرغبه. تفكر ديما الخاو بلي الذكاء بدون انضباط بحال شي طونوبيل فيراري بدون روايد، كتبان واعره ولكن ما غاديش تحركك خطوه واحده لقدام. اذا شنو هو الحل؟ كيفاش تخرج من هذا الفخ؟ اولا بدا بخطوات صغيره، ركز على مهمه بسيطه كل يوم. ثانيا تحمل المسؤوليه، اهتم باللي تقدر عليه ونسى الاعذار ولوم الاخرين. ثالثا غير طريقه التفكير، استبدل ما نقدرش بما زلت كنتعلم. رابعا نفذ اكثر مما تفكر، الفعل هو اللي يكسر الشعور بالعجز. خامسا قدر التقدم الصغير، كل انجاز بسيط كيزيد ثقتك بنفسك وكيقربك من هدفك. الذكاء ديالك هبه من عند الله، ما ترجعوش لعنة تحبسك. العالم ما كيكافئش الناس على داك الشيء اللي كيعرفوه في ريوسهم، العالم كيكافئهم على داك الشيء اللي كيديروه بيدهم.
ما تبقاش جالس كتفرج في الناس الاقل منك ذكاء كياخدوا بلاصه اللي كتستاهل انت. نوض اليوم، خد اول خطوه، واخا تكون صغيره واخا تكون ناقصه. خرج من عقلك وعيش حياتك. وإلا عجبك هذا الفيديو وحسيتي به قاصد، شارك في القناه وخلي لي في التعليق شنو هي الخطوه اللي غادي تاخذها اليوم. كان معكم اسامه امبروف. تهلاو الدراري.